الحبس لمن يقوم بفعل أو لفظ خادش للحياء بالأماكن العمومية، مادة جديدة تم إدراجها في قانون العقوبات الجديد بعد تعديل طالب به النائب وحيد آل سيد الشيخ خلال مناقشة التعديلات الخاصة بهذا القانون. الحبس من 2 إلى 6 أشهر، والغرامة المالية قد تصل إلى 100,000 دينار، هي عقوبة كل من يقوم بفعل أو لفظ خادش للحياء في مكان عمومي. إدراج أي مادة في قانون إلا ونظرا لحاجة المجتمع إلى ذلك. أصبح اليوم رانا نشوفوا باللي أن الإنسان يقدرش يخرج مع الزوجة تاعو أو أبنائه أو والديه في الأماكن العمومية براحة، وإلا وأنه في عديد من الحالات رانا نشوفوا باللي أنه بعض الشباب وبعض الأشخاص الطائشين يتلفظون بعبارات خادشة للحياة العام، يمكنها أنها تتطور إلى غاية شجار. الشتم والسب أصبح منبوذاً من طرف المشرع الجزائري رغم صعوبة تطبيق هذه المادة على أرض الواقع، ولكن تبقى خطوة متقدمة جداً لمعالجة مختلف الاختلالات في المجتمع الجزائري المحافظ. طبعا سبل تطبيقها في الواقع هي يجب أن نفعل ما يسمى بالضبطية القضائية، لأنه في كثير من المواد القانونية التي تجرم الكثير من الأشياء، مثلا على سبيل المثال أدرج في هذا القانون مادة تجرم السحر والشعوذة التي لم تكن قبل، ولكن الفرق بين أن القانون يجرم شيء معين والفرق أن القانون لا يدرجه هو في قضية التبليغ. أكيد أنه مثلا لو يجي واحد ويبلغ على تصرف مخل بالحياء أو قول مخل بالحياء في مكان عمومي، حتى ولو لم يكن هناك مادة قانونية، فإن القانون يجرم هذا الشيء. أقوال وأفعال خادشة للحياء ببذاءتها لا تمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي ولا إلى مبادئ المجتمع الجزائري، هو ما يحاول المشرع الجزائري استدراكه.